معشوقة الجزائريين والوصفة جزائرية 100%. كسرة فاخسي ما كاش فينا اللي ما يحبهاش، سورتو إذا كانت هكا مشمخة ومفرمجة تتقاطر مع طاس البن بنة خرافية. والمكونات عندكم في المنزل، صح عندكم في المنزل، تبعوني. جيبي لي هذيك المقلة، ديري فيها شوية زيت، 3 حبات بصل كبار، فلفل حار وحلو، ولا تقدري تبدلي لافخس كيما تحبي، ملح، وحطوها تتقلى على نار قليلة. للكسرة درت 5 كيلات تاع سميد رطب، استعملت هذاك الكاس وجوزوه في السيار. نزيدوا لهم كيلة تاع زيت وندخلوها هكاك في السميد، يعني نبسوه. نديروا حفرة، نديروا ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، نخلطوهم. وفي الوسط نديروا ملعقة كبيرة ملح مع الماء دافي، ونبداو نطموا الكسرة تاعنا، نقطعوها هكا نخلوها ترتاح، من بعد ندلكوها. البصل تاعي بعد ما تقلى راح ندير له ملعقة كبيرة طماطم المصبرة، وكيما ولفتوني نستعمل طماطم المصبرات على مارك عين كاليتي بريميوم 100% طماطم وحمراء وماشي قارصه. انا كنت دايرت لها شويه زيت من الفوق باش تشد لي مده طويله. درت ملعقه كبيره زيت الزيتون خضر اللي كنت نحيت له الملح وحطيته يطيب، وهذاك البصل يتعسل، البنه كاع كي تتعسل، وزدت لها طوماط، تحبوا ديروا تحبوا لا، والجبن، وخلوها تبرد بجيه. نرجعوا للكسره تاعنا، ندلكوها شويه ونبداو نفتحوها. الكسره اذا حبيتوها تتقرمش ديروا غير خميره الحلويات، ما ديروش خميره الخبز، واذا حبيتوها طريه من الداخل ومقرمشه من برا ديروا خميره الخبز. فتحتها رقيقه، درت لافارس مع الموتزاريلا، دهنت الاطراف بالماء باش نغلقها ونطيبها مع طاس البن، واستمتعوا لي بالبنه. سلام.